اللحظة اللي هتبطل فيها تتعلم هي لحظة نهايتك كمهندس. الكونتينيوس ليرنينج بالنسبة لك اسلوب حياة مش مجرد مهارة. الكونتينيوس ليرنينج له 5 مستويات، في كلهم انت بتعمل نفس الحاجات تقريبا. انت بتحط لنفسك خطة وبرنامج تدريبي، بتتعلم الحاجة بطرق مختلفة، سواء كانت قراية، كتب، دورات تدريبية، ورش، مناقشات، ايا كان الحاجة اللي انت هتعملها عشان تتعلم. ولكن الفرق ما بين كل مستوى والتاني انت بتتعلم ليه. تعال ناخدهم واحدة واحدة. في المستوى الاول انت بتتعلم عشان تحافظ على ادائك الحالي. خلينا ناخد مثال. انت دلوقتي في الشغل مسؤولياتك ان المعده دي تصلحها، جاء معده ثانيه شبهها انضمت معاك في الاسطول بتاعك. المعده الثانيه دي انت محتاج تذاكرها ومحتاج انك تتناقش حواليها وتعرف عنها اكتر عشان تقدر تقوم باصلاحها. انت هنا ما عملتش حاجه جديده عن اللي انت بتعمله قبل كده، انت اتعلمت عشان تعمل نفس الحاجه. لو انت ما اتعلمتش ده مستواك هينخفض، مش هتبقى قادر انك تقوم بشغلك وهو اصلاح المعدات اللي بتاعتك. في المستوى الثاني بتقول لا، انا عايز اتعلم عشان ارفع ادائي. انا مش عايز مجرد اصلح المعده، انا عايز اصينها واحافظ عليها. انا هتعلم ازاي اعمل صيانه للمعدات، احميها من العطل اساسا. فانت هنا بتتعلم عشان ترفع من ادائك، تعمل حاجه ما كنتش بتقدر تعملها قبل كده. في المستوى الثالث انت بتتعلم عشان تخلق لنفسك فرص جديده. انت بتقول دلوقتي انا هتعلم اداره عمليات صيانه عشان ابقى جاهز للترقيه، او جاهز ان انا اروح لفرصه الشغل الجديده ديت. فانت دلوقتي اتعلمت عشان تاخد ستيب اكبر في مكان تاني او خطوه ابعد. في المستوى الرابع انت بتتعلم عشان تواكب اهداف المؤسسه. المؤسسه بدات تغير اتجاهها، فانت قلت انا عشان المؤسسه غيرت اتجاهها وانا اتاقلم على التغيير ده، فانا محتاج اتعلم 1 و2 عشان اقدر اواكب اهدافها. مثال، الشركه مثلا غيرت الخطه بتاعت او السياسه بتاعت الصيانه بتاعتها من بريفنتيف مينتنس الى بريدكتيف مينتنس، فبقيت محتاج تتعلم مجموعه حاجات عشان تقدر تواكب التغيير ده. في المستوى الخامس بقى احنا بنتكلم عن انك اصلا بتستشرف التغيير. انت بتشوف ايه اللي هيحصل في المؤسسه قدام، وبناء عليه ايه هي الجدارات والمهارات اللي لازم تكون عندك عشان تقدر انك تسد في التغيير ده. فانت هنا بتحط الخطه التدريبيه استباقيه قبل ما تكون انت اصلا محتاجها النهارده في شغلك. باختصار شديد، continuous learning او التعليم المستمر هو مفتاحك الوحيد للتأقلم، مفتاحك الوحيد لخلق فرص جديده ليك، هو مفتاحك عشان تبقى قائد فعال قادر ياخد قرارات مبنيه على علم فعلا. اتخاذ القرار ده هو ده المهاره اللي انا هكلمكم عنها الفيديو الجاي. خليكم معايا.